الطاغية البوليساريو حولت الثورة إلى ثروة، وأصبحت تتعامل مع هذه الثورة بناء على امتيازاتها الذاتية ومصالحها الذاتية ومنافعها الذاتية السلطوية. لهذا هي تبحث لتستغل معاناة الناس ودمائهم وتضحياتهم لكي تستغني على حسابهم، سواء من طرف المساعدات الدول التي تأتي باسم اللاجئين ويكون لهم فيها النصيب الأوفر، أو سواء من خلال استغلال علاقتهم بالسلطات والمسؤولين والوزراء الموريتانيين ليحولوا خيامهم التي كانت في الحماده يحولوها الى فيلات فارهه في مدينه تندوف، يعيشون في بعوة نعيم، واولادهم مما يقرؤون في تندوف ويقرؤون في الخارج، بينما النساء الحقيقيين ضحايا النزاع يعانون تحت الخيام في ظروف لا يستطيع احد الكلام عنها، او بخلاصه كما قلت لك سابقا هو على انها مجموعه بشريه انتهازيه انتفاعيه تعيش في نعيم قرب شعب يتاجرون به ويعيشوا في جحيم.